السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة. معكم محمد جابر. طبعا كلنا عارفين إن البطاطا من العناصر المهمة جدا للجسم، وهي كمان من الكارب النظيف اللي ممكن تستخدمه في الدايت بتاعك مهما كان هدفك. عايز تعمل كتلة عضلية أو عايز تخس، لازم تدخل نسبة كارب معينة في جسمك وتكون كارب نظيف. وطبعا على رأس الحياة دي كلها البطاطا الحلوة. النهاردة هنعملها بطريقة سهلة جدا وطريقة بسيطة. هنعملها مسلوقة من غير ما ندخل فيها أي سعرات حرارية كتيرة ومن غير ما ندخل فيها أي زيوت ولا أي حاجة، وهتنفعك مهما كان هدفك في الدايت بتاعك. يلا نبدأ في الحلقة، بس اتأكد انك عامل سبسكرايب في القناة ومفعل زر التنبيهات عشان يجيلك كل حاجة جديدة في وقتها. ويلا بينا. طيب يا جماعة، أهم حاجة نتأكد إن البطاطا تكون مغسولة كويس جدا بالشكل ده، وننقعها مثلا حوالي نص ساعة أو حاجة، وبعد كده نغسلها كويس عشان نحوش منها أي طين أو أي أتربة ولا أي حاجة. تمام. وأجيب حلة بالشكل ده كده، وهيكون فيها ورق أبيض، بأي ورق أبيض عندك مفيش أي مشكلة عادي، ونرصها بالشكل ده كده جوه الحلة. هنحط الورق ده عشان خاطر ما تلزقش مثلا أو حاجة. بعد كده هنجيب ورق ابيض تاني هنغطيها من فوق عشان تبقى مقفوله كويس. وهنجيب كوبايه ميه كده نكبها عليها، ممكن كوبايه ونص. نقفلها كده كويس بالشكل ده. تمام. نحطها على النار، وهنعلي النار شويه يا جماعه، نخليها نار متوسطه عشان خاطر الميه تبدا تسخن كويس اللي احنا حطيناها. طبعا يا جماعه دلوقتي كده البطاطا او النار ابتدت تسخن، فنبدا بقى نوطي عليها، نخليها نار يعني اقل من المتوسط بشويه. تمام. بعد كده بقى نغطيها بغطا حله كده، نكمرها جامد عشان خاطر تبدا تستوي، وهنشوف بقى لما تستوي نرجع لكم تاني. طيب يا جماعه كده البطاطا استوت، هنبدا بقى نطلعها من الحله. بسم الله. اهو زي ما احنا شايفين كده، وخدت حوالي وقت بالظبط مثلا من تلت ساعه 25 دقيقه، مش كتير عن كده. شايفين البطاطا يا جماعه حجمها كبير واستوت برضو اهو، قلبها اهي. حاجه مستويه وزي الفل، ونفس الكلام ولا معموله فيها سعرات ولا فيها اي حاجه. بطاطا مسلوقه 100% وحاجه جامده جدا، ممكن نعتمد عليها بشكل اساسي في الدايت بتاعنا يا جماعه. بطاطا مولعه اهي، والف انا وشفا. فلو انت اول مره تشوفني وتشوف برنامج مطبخ ميدو جيم، يا ريت تعمل اشتراك في القناه حالا وتفعل زر التنبيهات عشان خاطر يصلك جميع الفيديوهات. وان شاء الله اليومين الجايين نبدا نعمل اكلات للدايت، حاجه جامده جدا، مش هتحسسك انك عامل دايت، لا بالعكس، هتحب جدا الاكل ده يا جماعه. واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.